بسم الله الرحمن الرحيم. معانا طالب ما شاء الله عليه، واضح برضو اخلاقه. الولد الجميل ده كان معايا تانية وتالتة، من وهو في تانية بصراحة واحنا متوقعين له ان يجيب مجموع عالي. طبعا ده بيبان بمدى اهتمامه بمدى تركيزه. ما شاء الله كنت بلاحظ عليه كده ان تحس ان لو القاعة اتهدت عينه وودنه ومخه مشغول بالمدرس. معانا هو بقى هيعرف نفسه، الاسم، المجموع، درجة الفيزياء، الكلية. أنا اسمي مصطفى أشرف العسكري، درجة الفيزياء 58، مجموعي 93 و75، والكلية طب حلوان. مصطفى ما شاء الله تقريبا دخل على 94%، 94 الا ربع، يعني جايب في الفيزياء 58 من 60. طب حلوان. طيب مصطفى، هو انت باين عليك ان انت مؤدب، بس هل انت مؤدب؟ بيقولوا عليا كده بس ده مش شرط يعني. هو اللي بيقولوا ده بيقولوا عليك كده ليه؟ شكليا بس. انت اصحابك يعني هم انخدعوا بشكلك؟ يعني انت في الثانويه عامه ديت كنت مثلا بتقعد كده، كان ليك كده حاجات كده بتتسلى بيها في وقت الفراغ يعني؟ لا صراحة في ثالثة ثانوي لا، كنت ملتزم جامد، حتى أصحابي كلهم كانوا كده، بس كلنا طلعنا في الآخر نفس التفكير. ان انتوا تلتزموا في ثالثه ثانوي بس؟ يعني بعد كده بنقل ادبنا عادي. لا اعتقد اللي جرب متعه الادب صعب يروح لقله الادب. ربنا يحميك. انت يا مصطفى يعني من وانت في تانية كان باين ان انت فعلا واحد من الاوائل. يعني انا عاوز اقول لك انت من الناس اللي كانوا ممكن يرتبوا جمهوريه كمان، بس ماشي يعني، بتبقى دايما فروق توفيق. ايه اكتر موقف صعب حصل لك وانت في ثانويه عامه وتنصح اخواتك يعملوا معاه ايه؟ ده غالبا كان بعد امتحان الفيزياء أصلا. انا في الفيزياء عموما كنت كويس فيها من سنه تانية، واهم حاجه طبعا حصه اونلاين ده ما كانتش بتفوتني، واصلا كان مصادر مذاكرتي غالبا بتكون من السكتش اللي بنكتبه في حصص الاونلاين. لا قرب المايك بقى لبقك بقى الحته دي. مصادر مذاكرتك ايه؟ كانت غالبا من حصص الاونلاين، كنت بنستناها اصلا، اللي هو انت بتخلص فيها كل حاجه نسمع يعني. طبعا في الحصه انت لازم تركز، فلما تسمعها تاني اونلاين بتكون مركز اكتر في الكتابه وانك تطلع منها معلومات زياده، فما بتكونش شاغل بالك بقى بالتركيز، لان انت اصلا كنت مركز في الحصه. دي خلي بالك خدمة بقدمها مجاني لطالب السنتر عندي، ان هو طالب سنتر مع مميزات الاونلاين. ايه ميزة الاونلاين؟ هو قال لك انا بركز في الحصة. هل بقى كنت بتقعد تكتب ورايا في الحصة؟ ما بكتبش وراك في الحصة. امال كنت بتعمل ايه؟ بيقول لك انا بستنى حصة الاونلاين علشان هي دي اللي بخلص فيها كل حاجة. يعني انت لما الحصة مثلا خلصت واديتك واجب علشان تذاكر الحصة وتحل الواجب، كان في المتوسط بياخد معاك كام ساعة؟ هو انا عموما بعد ما مثلا بروح غالبا، ممكن الفيزياء طبعا انت غالبا مع السنه ما بتعرفش غالبا تركز تذاكر كله في نفس اليوم، فممكن عادي حاجه تتاجل تاني يوم تالت يوم عادي. بس لما كنت بنسمع الحصه مثلا هي كانت حوالي، ما بتزيدش مدتها، كانت في حوالي 25 دقيقه 30 دقيقه على حسب الحصه يعني. دي انا بعد ما بذاكرها واكتبها كويس، الواجب بقى ما بياخدش مثلا ممكن 3 4 ساعات لو هو بضمير. الحصة بالواجب، بسماع الواجب، بمراجعته. لا ممكن لو انت تسمع كمان حصص حل الواجب ممكن توصل معاك 6 ساعات 7 ساعات، حاجه في الحدود دي. لان برضو انا عايز افهم الناس حاجه. انا ببعت له الحصه متقسمه 3 حاجات: جزء شرح، جزء حل الكويزات، وجزء حل الواجب. هو لو قعد في كل جزء بمتوسط من ساعه لساعتين قد يصل ل4 5 وفي بعض الحالات يصل ل6 ساعات، انما هو قاعد في الحصه مركز. طب هل تركيز الحصه لوحده كافي؟ هو لازم يتراجع يعني، لان هو لو كتركيز بس وتروح تحل على كده غالبا هتلاقي نفسك ناسي حاجات ومش. انت اصحابك كام في المية كان بيعمل زيك كده؟ لا كل اللي جايبين مجاميع غالبا كانوا نفس الدماغ. بس شكرا. عايز تجيب مجموعه اعمل كده، سهله خالص اهي. اعمل الواجب بما يرضي الله، اقعد في الواجب مش اقل من 4 5 ساعات، بقى سهله اهي. اصل هم مش فاضيين. يعني بيقول لك انا ممكن نقعد الوقت ده في التيك توك، في الانستجرام، انما نقعدوا على الفيزياء ليه؟ ما هو ده بقى ربنا هديله نفسه، ودي نعمه من عند ربنا. وعلشان تعرف النعمه دي والتعب ده، ما انت عندك، انا بديك محاضرتين في الاسبوع، لو كل محاضره ليلتها قعدت كده فيزياء كيمياء احياء بالتحديد الثلاثه دول، اظن يعني مش صعب ان انت تجيب مجموع. فانا عايزك تحكي لنا كده يوم النتيجه كده، احكي لنا الاحداث كده، النتيجه ظهرت ايه، وكان مين موجود في البيت، وليك اخوات اكبر منك ولا عملوا ايه بالظبط؟ هو عموما هو عموما المجموع بتاعي انا كنت حاسبه بالظبط 93 و75، وحتى جد بالظبط. ما كنتش متفاجئ من ولا ماده ولا اي درجه. عمر ابني كان حاسب مجموع بالظبط. الفيزياء انا عموما مضيع درجتين في الفيزياء بسبب حوار التفكير الزايد في الامتحان، ودول اللي ندمت عليهم بعد الامتحان. الاوفر ثينكينج.
بالظبط. والامتحان ما كانش صعب اصلا، والفيزياء عموما امتحانات 25 عموما ما كانتش صعبه اصلا. الفيزياء مع البنا حلو. هي حلوه صراحه لو انت اصلا مهتم مع نفسك يعني مع البند. ف وكتاب الوسام برضو عشان الحته دي. الخبير حاليا. هو انا ما اعرفش المنهج المحتوى اللي فيه. الخبير حاليا. الخبير حاليا ما اعرفش اللي محتوى اتغير ولا لا. لا المحتوى الخبير اهو. يا جماعه احنا انفصلنا عن دار غريب، ما بقاش الكتاب اسمه الوسام، نفس الداتا بنفس المحتوى مع تعديلها وتنسيقها وتظبيطها واضافه داتا جديده اسمها كتاب الخبير. معانا طبعا استاذنا الكبير استاذ احمد بركه، لانه استاذ الوسام ده كان 40 سنه باسم الوسام. لا خلاص احنا موجودين، موجود كتاب الوسام موجود بس مع مؤلفين اخرين بنتمنى لهم كل التوفيق. انما احنا دلوقتي كتابنا اسمه كتاب الخبير، فلما تيجي تقول الوسام سابقا، الخبير حاليا. الكتاب ده بيقول لك بيعقد العيال، انت ايه رايك؟ هو الوسام كان فيه اسئله ياما مغطيه، بس صراحه برضو كان فيه اسئله اوفر شويه، فهي يعني انا كنت بنحلها بس في الاخر ما كانش. لا انا عايز اوضح لهم بس، اصل انا عارف احنا الاسئله الاوفر دي كنا حاطينها على جنب كده، اسمها اولمبياد البركه. البي كان يسيب الاسئله العاديه ويروح يحلها، يعني انت اللي كنت بتروح لها. طب حد قالك تروح لها؟ انت اللي بتروح اهوت، نعمل لك ايه؟ انما كده كده اصلا الحمد لله الاسئله اللي بتغطيها كل المنهج، في اسئله عاليه خلاص ما تسيبليش. ما هو في طالب بيعمل كده، يجي سايب الاسئله كلها ويقعد يمسك في السؤال ده. طب ما ده برضو شفته، حتى بقول لك الدرجتين اللي ضيعتهم ايه؟ تفكير زائد. ما هو ده. فلو في حد من الشخصيات دي اهو قول له بلاش تفكير زائد، ذاكر على قد المنهج، ذاكر على قد المنهج. طب اوصف لي بقى، بقول لك يوم النتيجه حصل ايه؟ كنت مستني لوحدي طبعا في البيت وما كانش معايا حد، فهو انا زي ما قلت كنت متوقع مجموعي، فهو كان في فايل المفروض ان هو بيتسرب، في حد بعت لي منه درجتي، فانا ما كنتش يعني مش متاثر، اللي هو لا طب استنى شويه لما اتاكد كمان من الموقع. فانا اصلا الدرجه كده كانت شبه اللي انا حاسبها بالظبط تقريبا، فما كنت خلاص متاكد ان هي، وطلعت هي في الاخر بعد ما نزلت على الموقع. بقى ايه الاخبار بقى كده في البيت؟ يعني هو ما كنتش جامد لان انا كنت متوقع اعلى صراحه، برضو كنت عايز اعلى بس حسب حلي هو جه بالظبط. انت عيل بارد، بابا وماما عملوا ايه؟ ما كلمتهمش حوالي غير بعدها مثلا تاني يوم ولا حاجه. الموضوع تاني خلي بعدين. بس انت من كتر ثقتك بنفسك ما ده العادي، يلا خلصنا ثانويه عامه يلا نخش بقى على الكليه، نشوف الكليه عامله ايه. مصطفى واضح ان هو عنده تحدي ما هو عارفه، فده برضو بثبت لك ان ايا كانت الظروف المعاكسه فهو عمل لنفسه تحدي. فمصطفى من الناس اللي ما شاء الله عليهم، انا فرحان ان هو صاحب ابن عمر، يعني انا ولو سمحت صاحب عمر لو سمحت انت بعدت عنه. لا هو بيكلمني حتى بعد يعني انا من الناس اللي انا انبسط في كام واحد كده، بنبسط ان هم يكلموا عمر، لان عمر ما شاء الله مصاحب مثلا حوالي 100,000 واحد. فانا واضح ان عمر ليه شعبيه برضه هنا، معروف في كل الدفعات خاصه في وسط البنات، مش عارف ليه. المهم ان لو سمحت تتصل بعمر كتير. وتحيه لدكتور مصطفى العسكري.